السلام عليكم يا رجاله، ازيكم عاملين ايه؟ كنت زمان فاكر ان الفئه المسيطره على السوشيال ميديا هي فئه من 15 ل 23 سنه. اكتشفت واحد صاحبي قال لي ان الفئه المسيطره على السوشيال ميديا هي فئه من 8 ل 15 سنه. واحد صاحبي قال لي لو بطلت نصايح ثانويه عامه انزل اعمل نصايح الابتدائي واولى اعدادي والفيديوهات هتفايرل اكتر. فانا ما تخيلتش الصراحه، فحبيت اوجه يعني كلمه لاخواتي واخواني في 9 و10 سنين. انت ايه اللي ممسكك سوشيال ميديا دلوقتي يا اسطى؟ ما علينا يعني. فما تنساش اللايك والاشتراك وفولو الانستا يا ابويا. اول واحد معانا يا رجاله هو يوسف جو. مين اللي زعق للتاني؟ انا. مين اللي قال عايزين نسيب بعض؟ انا. مين اللي عمل بلوك للتاني؟ انا. يبقى مين اللي غلطان؟ انت. وهو من الناس الغريبه جدا، هو عنده 5 مليون و400 الف متابع. هو مشهور على السوشيال ميديا بس مش مشهور على ارض الواقع. عارف الناس اللي هي عندها فولورز فعلا على السوشيال ميديا بس على ارض الواقع مش هتلاقيه، اللي هو البني ادم اللي هيمشي في الشارع الناس تجري وراه، ايه ده شوف يا الهي انه مشهور، سوف اموت لكي اتصور معاه. ماشي يعني مش عارف والله. هو محتوى بقى من المحتوى الشباب الجميل. ايه الشباب الجميل اللي هو ده؟ انت حالتها منك ليها اللي بتتريقوا على الفلاحين. انتوا عارفين الارض اللي انا قاعد فيها ديت بكام؟ طب عارفين الجاموسه دي بكام؟ طب عارفين العجله دي بكام؟ العجله دي بثمن العربيه اللي انت راكبها. اقول لك حاجه، الشقه اللي انت قاعد فيها جار يا اللي بتتريق على الفلاحين، احنا بنقعد العجول في شقق ملك. اللي في جيبك والله بنحط بيه يعني اكل للجاموسه الطق. والله العظيم ده هنعمل ايه ده؟ والله العظيم ده. هو طبعا انت عارف دلوقتي نوع التعليقات اللي هتكون موجوده عنده، اخويا و500 ايموجي بقى اللي هو القوه والسلسله والبقره والجاموسه والنار وقلب ايموجي القلب. انت ساكن في المدينه، ساكن في شقه ايجار. الفلاح يالا، الفلاح عمك وعم عيالك يالا. دي كانت حياتك. عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. خلصت القرآن؟ خلصت القرآن؟ ماشي. هل دي كانت حياتك؟ خلصت القرآن؟ ايه ده؟ انا بس قلت صباح الخير. عمرك سألت نفسك ليه بعض البنات بتختفي فجأة من الشات؟ خليك معايا ليه بعض البنات بتختفي من الشات؟ ليه بعت لحبيبتي على الانستا فجأة لقيت صورتها اختفت وبقى اسمها انستجرام يوزر؟ ليه؟ عارف اكتر 3 انواع رسائل البنات بيكرهوها؟ يا ترى ايه اكتر 3 انواع رسائل البنات بتكرهها؟ عايز ابعت النوع الرابع اللي انت هتقول عليه. اول حاجة رسالة انتي موجودة، انتي موجودة كذا مرة من غير اي كلام، بتخلي الشات محرج ومزعج جدا. انت موجودة. تاني حاجة صباح الخير، مساء الخير، يوميا من غير اي اضافة او معنى، كأن الشات روبوت ملوش روح. صباح الخير، مساء الخير. تالت حاجة بقى الردود الباردة زي ماشي. هي فتحت لك باب الكلام وانت قفلته بنفسك بس. ماشي. ما تضيعش الفرصة، هي فتحت لك باب الكلام، ما تضيعش الفرصة. طبعا انا مش هكمل الاعلان لان ده اعلان برنامج ضعف. هل دي كانت حياتك؟ طبعا انت كده عارف محتوى رايح فين. هو غالبا عنده 5 مليون و400 الف متابع، كلهم يتراوح اعمارهم من 8 ل 9 سنين. في بقى ناس كبيره طبعا بس كبرت ونسيت الرقم السري بتاع الاكونت بتاعها، فلسه عاملين له فولو للاسف، يعني للاسف الشديد. مش عارف. نخش في تاني 2 معانا وهم الدسوقي واخوه. مش ناصر الدسوقي لا، ولا رفاعي الدسوقي. على فكرة احنا مش هينفع نعيش مع بعض في بيت واحد. انت ازاي عملت كده؟ العصير انا جايبه لك بايدي كان متلج. انت عارف لولا الاتنين ده هم على التيك توك كان زمانك ما شفتش آية قرآن واحدة على التيك توك. دول اللي حامين الدين على التيك توك، ما تعرفش هم عملوا ايه عشان الدين يتحمي على التيك توك. الحق احنا الخاسرين والناس كلها ضدنا. هي فعلا الناس كلها ضدي بس انا مش لوحدي، انا معايا ربنا. بس انا حاسس انك هتخسر المره دي. عارفوا يلعبوها صح. انا عارف ان هم بيحاولوا يهدوا اللي انا بنيته بس ربنا مش على مزاج حد، ولسه في ناس بتحبني كتير وهتقف جنبي. بس انت لو كسبت هتكون معجزه، العالم كله ضدك وبيحاول يوقعك، وعشان كده لازم اكسب.
عشان ده درس للناس كلها ان اللي معاه ربنا بيوصل للمستحيل. عندك حق، بس المشكله في وحي الامر، تحس ان هو فيديو ذو قيمه، هو بيحارب على حاجه ذات مبدا، وهي في الحقيقه انتخابات مروان جوليتش بتاع التيك توك، اللي هو مين هيبقى رئيس التيك توك. كان قدامه مش عارف واحد اسمه حمو ايهاب تقريبا، هو منزل فيديو على خلفيه ايه قرانيه عشان يكسب بدعم الناس اللي هم مش ناس، هم غالبا فئه عمريه محدده، اول ما يتجاوزوها هيقولوا ايه اللي احنا كنا بنعمله ده عادي يعني. انا مراعيك يا اسطى جدا. هل دي كانت حياتك؟ انا بلعب ماما عايز انام يا حمار. يا عم بطل شخير، مش عارف انام. انامك ازاي دي يعني؟ اظبطها لك من الاعدادات. عارفه يا حبيبتي هعمل لك الهاني مون في المالديف. بقول لك يا عبد الرحمن انا عايز البانيو، هتيجي معايا ولا لا؟ بيتك اللي انت بتقوله ده. خلاص يا عم ما تزعلش، هروح لوحدي. هم الكفار زمان كانوا بيسكروا ازاي من غير كلام؟ عادي. طب ما سر التحنيط محدش يعرفه غير الفراعنه. على فكره بقى انا عارف. قول. بتحط دقيق وبعد كده تحط بيض، بعد كده تحط بيكنج باودر، بعد كده تسيبها تنشف. ده سر تحنيط البانيه. ايه؟ فستان الفرح ب 60,000؟ الفكره ان الافيه ده ممكن يضحك حد من الناس اللي بتتابعه، يموتوا من الضحك اللي هو ازاي كده يا اسطى؟ انا اتجننت. دعوا ان القران كله من عند الله، امال سوره الجن تبقى ايه؟ وراح مزعق كده. انت متخيل انه مفكر السوره علشان اسمها سوره الجن يبقى الجن اللي كتبها؟ المفروض كده سوره العنكبوت اللي كتبها سبايدر مان. وسط المحتوى الجميل اللي هو بيعمله طبعا هيكون زي اخوه يوسف جو، زي ما بيعمل كده، فاهمني؟ يوم القيامة جت. بتقول ايه؟ بص معايا. الشمس طلعت من المغرب. استنى كده. في واحد كاتب له تحت انت فاتح المصحف من الغلاف. ففي بقى في كميه ناس يا جدعان، بتاع واحد تقريبا مصور صوره تقريبا عنده 4 سنين داخل يشتمه. ما هو انت يا ابني انت مش عارف هو المحتوى بتاعه ماشي ازاي عموما. مش عارف انا بخاطب اي فئه عمريه، لان فاهم هو محتوى موجه لفئه عمريه ما، مش هتعرف توصل لدماغهم للاسف. هل دي كانت حياتك؟ طبعا اخويا يوسف جو كان بيشغل قران في الخلفيه، ويقعد بقى يقول لك اعمل كده واستمع. اما ده للاسف ما بيشغلش قران، يا ريته كان بيشغل قران. وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. يا اسطى بجد اوحش حاجه تعملها في حياتك اللي انت تشوف شيخ بيقرا قران وتحاول تحاكيه وانت لا تفقه شيء في اساسيات اللغه ولا التجويد ولا المد ولا اي حاجه، وتكرر تنزل فيديو زي ده، والفيديو جايب 162,000 لايك. استنى كده، انا ما دخلتش على التعليقات يا رجاله، ثانيه كده. صوتك حلو قوي، تقريبا صورة بني ادم محترم عنده 10 سنين. صوتك حلو قوي. واحده اسمها جنى تقريبا عندها 7 سنين برضه. بفتح التيك توك لقيته قدامي رياكت قلوب رياكت قلوب رياكت قلوب. لول ما شاء الله. شايف اللي هي الناس اللي بتستخدم كلمه لول اساسا. هل دي كانت حياتك؟ المشكله يا جدعان ان احنا قلنا عنده على التيك توك 8 مليون و300 الف، عنده هنا على اليوتيوب 9 مليون ونص. محتوى ايه؟ دمرنا المنزل، اكبر سمكه بالعالم، عرش ابليس، غيرت لون سياره اخويا، حولت البي ام لتاكسي، اخويا راح فيها بايموجي عياط. انا مدرك يعني في ناس كتيره في مصر بتقدم المحتوى ده وعندها ملايين المشتركين، ناس كتير قوي، ممكن ابقى اجيب سيرتهم في فيديوهات تانية. بس عامة يا جدعان عشان ما اكدبش، الفيديوهات دي كنت بحبها لفئة عمرية ما في عمري، بس الحمد لله يعني بطلت. فانت لو بتتفرج عليها ممكن تبطل تتفرج عليها قدام، مش عارف الصراحة يعني، بس ماشي. المهم يا رجالة نكون وصلنا لنهاية الحلقة. الدنيا جميلة، وما تنساش اللايك والاشتراك، فولو الانستا. السلام عليكم. يا حبيب قلبي البنت ما بتغلطش، ده مخلوق قمر كده، هيغلط ازاي؟ لا قدر الله غلطت، اي بني ادم خطأ مش هنكفر، غلطت انا معاك انك تعاقبها. هتعاقبها ازاي؟ هتقفش معاها بالكلام وتسيب 10 دقايق، ال10 دقايق دول